ولكن يا اما يصنع يا اما يسجل هدف. فتابع الاهداف وديك شفتها وركز في الاهداف دي كويس، وشوف هتلاقي ان الاهداف دي مش هتلاقيها طبعا، او مش هتلاقي مهاجم بالخامه ديت زي وسام ابو علي ان يجيب لك اهداف كل مباراه زي كده. هو على فكره هو خلاص 18 هدف، تصدر قائمه هدافين الدوري طبعا، وبعد بمسافه 3 اهداف عن اقرب منافسيه. في الجهه الاخرى طبعا نادي بيراميدز تقدم في الشوط الاول بهدف من ضربه جزاء سجلها رمضان صبحي. في الشوط الثاني لا مش في الشوط الثاني، ما فرقش غير دقيقتين بس وتعادل نادي زد عن طريق زيكو بهدف بضربه راسيه. وكمان راح في الشوط الثاني راح بيراميدز مسجل هدف، مروان حمدي سجل هدف الفوز لنادي بيراميدز. ليبقى الدوري اللي يتأجل حسم الدوري للمباراة القادمة أمام سموحة. وعايزك تعمل لايك كده يا صاحبي على الفيديو وشير عشان نوصل لكل أصحابنا وحبايبنا.